سلام غزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قصه جديده، قصه من الواقع، ابطالها رجال ونساء ثقوا فينا، فتحوا لنا قلوبهم وحكاو لنا حكايتهم، وانا كنشاركها معكم باش تكون عبره وعظه للناس اللي كتسمع. الا كنتي اول مره تشوف القناه ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد. والا عندك شي مشكله وبغيتي تشاركها معنا غادي نخلي لك رقم الواتساب الخاص بالقناه في صندوق الوصف. انا سميتي نوال، تزوجت وانا عندي 16 عام. كان زواج تقليدي، راجلي ما كنعرفو ما كيعرفني، غير جابوه لينا شي ناس وصافي. وبصراحه كان عندي الزهر وطحت في راجل من اطيب خلق الله، عشت معاه اجمل ايام حياتي. في البدايه كان عندنا مشكل واحد اللي هو ديال دراري صغار، تابعنا مع دكاتره بزاف، ومن بعد 3 سنين ربي كرمني وحملت وولدت ولدي الوحيد. كنت فرحانه بزاف، وعلاش ما نفرحش؟ لهلا يحرم اي واحد من الذريه الصالحه. الاحساس ديال الامومه احساس رائع. كنت كنبغي ولدي بزاف لدرجه الجنون، خصوصا انه فاش كان صغير بقيت كنمشي لاطباء اخرين باش نزيد شي وليد ولا بنيته، ولكن والو، كان الامل ضعيف. يعني ربي سبحانه وتعالى رزقني غير بداك الوليد فقط. داكشي علاش كنت مفشاه، وكان ديما كيقول لي باه ما تفشيهش اكثر من القياس. فاش كنت انا كنرخي بزاف راجلي كان كيزير معاه، وفي نفس الوقت ما كان حارمو حتى شي حاجه، كان اللي حل عليها فمو كيجيبها له باه. كنت باغا حاجه وحده من الدنيا، هي انني نشوف ولدي الوحيد في احسن المراتب. كنت باغاه يكون شي حاجه كبيره في المجتمع. دخلناه لاحسن المدارس الخصوصيه. راجلي كان خدام موظف، وفي نفس الوقت كان كيخدم في التجاره مع واحد صاحبه. المهم ما كانش حرمنا حتى شي حاجه، كنا عايشين فرحانين، بالرغم من بلي الابن ديالي كان متعلق بيا اكثر من باه. حيت كيف ما قلت لكم، واخا ما كان كيحرمو حتى شي حاجه، كان كيغوت عليه، ما كيخليهش يتخالط مع الصحاب القباح، كان كيزير عليه في القرايه. العكس ديالي انا اللي كنت ما حارماه حتى شي حاجه، وحتى الا باه ما خلاش يدير شي حاجه انا كنعطيها له بتخبيه عليه. دازت الايام وبقينا عايشين بخير وعلى خير. بقات السنين كتجري حتى وصل لولدي لعمر 19 عام، وهنا راجلي كان مرض بزاف وما طولش مسكين ودغيا مات. حسيت بلي الظهر ديالي تقسم، حسيت بلي شحال الخير كنت عايشه فيه بسبب راجلي. طبعا الحياه ديالنا تغيرات والحاله الاجتماعيه ديالنا ما بقاتش كيف ما كنا عايشين في الرفاهيه. المهم خرجنا التقاعد ديالو، وانتم عارفين الفلوس ديال التقاعد يلاه كتكفي الماكله والشراب وداكشي الاساسي، اما داكشي ديال الرفاهيات والسفر والخروج والتمتع نسيناه، ما بقاش. في هاد الفتره هادي ولدي كان دخل الجامعه، ولكن للاسف من بعد ما مات باه ولدي تبدل بزاف. ما بقاش لاقي شي واحد اللي يقول لي شنو كدير وما ديرش هادي، وبعد على فلان، ومعاياش دخلتي ومعاياش خرجتي. المهم قلت له شوف ولدي، انا هاد دابا انت هو السند ديالي في هاد الدنيا، انا ما عندي حتى شي حد من غيرك، انت ولدي الوحيد، انت هو راجل ديال الدار، خصني نعول عليك في كل شيء. عافاك ولدي، بغيتك تركز في قرايتك وتخلي اي حاجه قبيحه. ولكن الهضره ديالي بحال اللي كنت كنخوي الماء في الرمله، ما بقاش كيمشي للجامعه ديالو نهائيا. رجع ناعس النهار كله، وتالي الليل عاد يخرج يسهر مع صحابه حتى الصباح عاد يجي. ومن بعد اكتشفت ان ولدي حبيبي كيكمل كارو. جلست كنهضر معاه المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن ما كانش كيسمع هضرتي. داك الساعات حسيت بالقيمه ديال راجلي اللي كان كيقول لي ما تفشيش بزاف، خصوصا انه هو خلالي في واحد السن حرج. الولد بقى رجع باغي يعيش حياته طول والعرض. العيشه ديالنا ما بقاش عاجباه، كل شويه كيجي عندي وكيقول لي بغيت الفلوس، بغيت نشري اللباس، بغيت نشري سبرديله ماركه، وصحابي احسن مني. فاش كنقول له شوف حنا راه حنا عندنا داك فلوس التقاعد على قد الحال، يلاه كتوكلنا وتشربنا، والحمد لله اللي عندنا دارنا واخا برطمه صغيره. المهم حتى واحد ما كيدق علينا ويقول لنا عطوني فلوس الكرا. كان كيقول لي امي انا ماشي شغلي في هادشي وما تعاوديش ليا، انا بغيت داكشي اللي كيشريوه صحابي حتى انا نشريه. فاش فقدت الامل فيه وباللي هو صافي القرايه ديالو نساها، ما بقاش كيمشي ليها، ما كيهز حتى شي كتاب وما باغيش يمشي لافاك نهائيا. داك الساعات قلت له شوف خدم شي خدمه، صرف غير على راسك، هز غير راسك. اما انا الحمد لله التقاعد ديال باك قادني وعايشه به باللي قسم الله. وطبعا الهضره ديالي ما كانش عاجباه. بقينا عايشين على هذا الحال حتى لواحد النهار فقت في الصباح
وكنت غاديه للسوق بحال دائما غاديه نتقدى، وما كنتش عارفه باللي راه شي حد سيق الدروج وخلى الماء فيه التيد. انا هابطه في الدروج وانا كنزلق وكنطيح على ظهري. داك الساعات وقع لي في تحت الظهر ديالي انزلاق غضروفي. مشيت للسبيطار وهنا قالوا لي بلي خصني ضروري ندير واحد العمليه ديال الظهر، وكنت كنحس بواحد الالم ما يعلم به غير الله. كنت ممكن الليل كله ما نعش غير بسبب الحريق، ما نقدرش نتسكى على ظهري بزاف، كيما تحركت كيحرقني ظهري. وحتى الشقه ديال الدار كنديرو وانا عيني عامرين بالدموع، حيت ما كاينش اللي يديروا لي، ولكن خصني نصبر الالم، ما عندي ما ندير. وكنت كنبزز على راسي باش نوجد الماكله لولدي ونصب له حويجاتو. المهم اما داك العمليه كانت جاياني غاليه بزاف وانا ما كانش عندي الفلوس ديالها. المهم ولدي ما كانش همو هادشي نهائيا، كان كيفكر في حاجه وحده، هو كيفاش يسرق مني الفلوس ديال التقاعد باش يمشي يخسرهم في داكشي اللي بغا. فاش كنت كنخرج الفلوس ونحطهم في الماريو ما رجعتش كنلقاهم، ولا كنلقاهم ناقصين. وفاش كنسولو اجا المسخوط ياك ما هزيتي الفلوس، كيقولوا شني بغيتيني نبقى دائما كنطلب منك وانتي تعطيني غير بزاز؟ انا صافي دابا غادي ندير شرع يدي، راني انا هو الراجل ديال هاد الدار ولا. رجعت فاش كنخرج داك الفلوس هذيك يا اما كنديرها تحت الداري اللي كنعس فيه، يا اما كنخبيها في صدري، المهم ما كنخليهاش حداه. كان عيا نهضر معاه، ولدي حبيبي قلب على شي خدمه، هز غير راسك انت، انا ما بغيت منك والو. كيقول لي واخا ان شاء الله ان شاء الله، وينعس النهار كله ويتنص الليل يخرج يجلس مع داك الشماكريات صحابو. المهم انا في هاد الساعه هادي كان الحريق كيتزاد كتر وكتر، ما بقيتش كنقدر نتحرك بزاف. حتى جات عندي واحد جارتي وقالت لي واش انت غتبقاي ديما هكا، خصك تشوفي شي حل للمشكله ديال ظهرك. قلت له شنو غادي ندير؟ الطبيب قال لي خصني عمليه وهي غاليه وما نقدرش انا نديرها. قالت لي شوفي انا غادي نهضر مع الجيران وغنحاولوا نجمعوا لك شي بركه ديال الفلوس باش تقدري بعدا ديري غير العمليه وترجع صحتك شويه، وحنا غادي نوقفوا معاك. قلت لها الله يجازيك بخير. وفعلا هاد الجاره بنت الناس الله يجازيها بخير، دوزنا واحد السيمانه جمعت الجيران كلهم وعاودت لهم على الحاله ديالي، والحمد لله كل واحد فيهم عطى مبلغ داكشي اللي قد عليه. وحتى لواحد النهار جابت لي مبلغ كبير وعطاتولي، كنت انا جالسه في الصالون وولدي كنعس في البيت ديالو كما ديما. قالت لي شوفي ها الفلوس اللي جمعوها لك الجيران، سيري ديري العمليه. قلت لها واخا الله يجازيكم بخير. مشات الجاره بحالها، وولدي حبيبي داك الساعات كان فاق وسمع كلشي، سمعها جابت لي الفلوس وسمع باللي الجيران جمعوا لي وكلشي، حيت انا كنت مخبيه عليه هذا الموضوع. المهم حيت كنت عارفه يقدر ياخذها لي في اي وقت، مشيت انا للكوزينه نوجد الماكله، تسحب ومشى للبيت وهز لي الحوايج وخرج من الدار. شفتو خارج كيجري، مشيت موراه قلت له ياك لاباس شنو كاين؟ قال لي والو غير واحد صاحبي كيتسناني ضروري خصني نمشي عنده. خرج وبقيت كنتسناه، جا الليل ما جاش، لا غد ليه ما جاش، كنصوني عليه ما كيجاوبش. مشيت كنجري نشوف الفلوس اللي عطاوها لي الجيران اللي خبعتها، لقيتها ما كايناش. الله يا ربي الله، حتى الفلوس اللي غادي ندير بهم العمليه سرقهم لي المسخوط واختفى. تخيلوا اختفى لمده شهر كامل وانا ما عارفه عليه حتى شي حاجه، وانا حالتي ما يعلم بها غير الله. في الاول كنت حشمانه نهضر مع الجاره، شنو غادي نقول ليها؟ نقول لها الفلوس اللي جمعتوها ليا ولدي سرقها؟ شنو غادي نقول ليها؟ قررت نسكت. المهم دا الشهر لقيته جاي عندي بحال الكلب، كيقول لي عافاك امي سمحي لي، انا خديت منك الفلوس وانا سرقت منك وانا ولد الحرام، غير سمحي لي، انا نبوس لك التراب درجليك، راني تبت وراني درت عقلي. بقيت كنبكي وكنقول له سير ولدي بحالك، سير خليني عليك في اتساع. الله يا ربي الله، واش وليد واحد عوينه وحده اللي عندي صدقت لي بحال هكا عوج. نزل لي على رجلي وبقى كيبوسها، عافاك اميمتي عافاك، لا سمحي لي انا غلطت، انا صحابي خرجوا عليا، عمري في حياتي ما نعاود ندور بهم. قلت له واخا فلوس العمليه وسرقتيها، وشحال من حاجه في الدار سرقتيها وبعتيها؟ قال لي انا صحابي بلاوني بالبليه ورجعت كنقلب على اي حاجه باش نشريها، عافاك اميمتي سمحي لي. المهم نتوما عارفين قلب الام، في التالي كيبقى ولدي وخصني نسمح له. سمحت له من بعد ما حلف لي باللي هو صافي غادي يشد معايا الطريق وغادي يقلب على شي خدمه. وفعلا صباح بكري ناض وما جاش حتى ديال النهار، كان كيجي
وكيبقى يعاوني في شغل الدار. وغير جلسي الوالده انا غسل لك الماعن، غير جلسي انا جبت سندويتشات بلا ما طيبي. قلت الحمد لله ولدي تقاد وفهم الغلط ديالو ودار عقله. ولكن للاسف 7 ايام د الباكور دغيا تسالات ورجع كما كان عاوتاني كيطلب مني الفلوس. وفاش كنقول له ياك انت خدام، ياك كتمشي في الصباح وكتجي حتى العشيه، كيقول لي شوفي الوالده راه المصاريف بزاف وما كيعطيونيش شي خلصه، وانت راك عارفه المصاريف ديال حنا الشباب الا غير تكسيت الفلوس كتمشي لي. كيقول لي وصافي مهمتي غير عطيني وانا غادي نعوضك، وان شاء الله راني كنجمع الفلوس باش ندير لك العمليه اللي خديت لك الفلوس ديالها. المهم في هاد الوقيته هادي الجاره جات عندي عاوتاني وجابت مبلغ ديال الفلوس وقالت لي جمعنا لك مبلغ واحد اخر. جيت انا قلت لها شوفي انا ما عندي ما نخبي عليك، شتي المبلغ اللي جبتي لي في الاول راه ولدي سرقو مني، والا عطيتيني هادي كنخاف يسرقها مني مره واحده اخرى. قالت لي شوفي انا ما كنتش عارفه هاد الشيء، ولكن بما انك خايفه على فلوس من ولدك اعطيها لي انا وانا غادي نجمعها لك، وها هي امانه عندي وما تخافي من والو. قلت لها الله يجازيك بخير. وفعلا الجاره خدات داك الفلوس اللي جمعوا لي الجيران مره واحده اخرى وخباتها لي عندها بين ما نزيدوا عليها وحتى نجمعوا الفلوس العمليه ان شاء الله. دازت الايام وبقيت عايشه وصابره مع ولدي ومتحمله الالم اللي عندي في ظهري، حتى لواحد النهار لقيت ولدي جاي عندي وكيقول لي شوف امي خدي هاد الحبه ديال الدواء هادي ما غاديش تباتي كتحرقي وما غاديش تباتي كتوجعي بظهرك. قلت له ديالاش هادي يا ولدي؟ قال لي هادي مسكنه ديال الالم، انا شريتها لك غير باش ما نبقاش نسمعك في الليل، راك كتعزي عليا وكتقطعي لي قلبي من كنسمعك كتغوتي بظهرك وكيوجعك ظهرك. خديت من عنده داك الحبه ديال الدواء شربتها، وداك الساعات حسيت بشويه ديال الراحه. رجعت كنحط راسي كنعس وانا مرتاحه ما كنحس بحتى شي حريق. فعلا داك الجسم داك الدواء هذاك سكن لي الالم اللي في الجسم ديالي كامل، ما بقيتش حاسه بحتى شي حريق. كنت فرحانه بزاف وكنقول لولدي الحمد لله ولدي منين جبتي لي هاد الدواء؟ اعطيني السميه ديالو انا نبقى نمشي نشريه بلا ما تعذب راسك. كيقول لي انت لاش بغيتي هاد السميه ديالو؟ انا ولدك انا نجيبو لك، ياك انت غير بغيتي حبه كل نهار لا نجيب لك الدواء ديالك غير ارتاحي. كان كيقول لي هاد الدواء هذا كياخذوه الناس اللي دايرين عمليات وامراض مزمنه باش كيسكن لهم الالام، وانا راه دبرت عليه من واحد صاحبي وكنت ديما كنقول له عافاك ولدي عندك شي ليله تخليني بلا به، راه هو الراحه اللي رجعت كنلقى. كيقول لي صافي ميمتي كوني هانيه. بقينا هكاك وكل ليله فيما نبغي نعس ولدي يجيب لي داك الحبه ديال الدواء ويشربها لي بيديه، وكنعس وما كنحس بوالو، الحرق كيمشي نهائيا. وإلا كان شي نهار جا وما جابليش داك الحبه ديال الدواء كنحس بحريق مضوبل على اللي كنت كنحس به شحال هادي. والمشكله الا ما جابها ليش ماشي بحال دائما كنحس غير بالحريق في ظهري، لا كنحس بالحريق في الجسم ديالي كامل. والا ما خديتش هذيك الدواء هذاك كنحس بلي انا غادي نحماق. حتى لواحد النهار عيطت لولدي وانا كنبكي عافاك ولدي هذه 3 ايام ما جبتي لي داك الدواء راني غادي نحماق جيبها لي. قال لي منين امي بغيتي نجيبه لك؟ انا ما عنديش الفلوس، واش انت صحاب لك هاد الدواء فابور؟ قلت له شوف انا نعطيك الفلوس غير جيبها لي عافاك. قال لي وياه راه يلا البارح دازت لك فلوس التقاعد. قلت له صافي غير جيب لي الدواء وانا غادي نعطيك الفلوس. قال لي راه خصك تعرفي بلي راه خصك تعطيني النص ديال فلوس التقاعد. قلت له اويلي الله يا ولدي ومنين غادي ناكلو ونشربو ومنين غادي نصرف عليا وعليك؟ قال لي وشنو سحاب لك هاد الدواء رخيص ولا؟ شوفي انا ماشي شغلي، بغيتي نجيب لك الدواء وتكالماي نجيبو لك، ولكن عطيني النص ديال فلوس الشهر. ما لقيت ما ندير، انا كنتوجع وربي اللي عالم بيا راسي غادي ينفجر عليا. قلت له غير جيبها ونعطيك الفلوس. وكان كيعطيني كل نهار حبه. قلت له اولدي جيب الباكيه كلها شنو غادي تخسر؟ كيقول لي لا الوالده ما نقدرش، انا غنعطيك حبه وحده في النهار، كنخاف الا جبت لك باكيه تاخدي وحده في الصباح وحده في العشيه داك الساعات راه غنوحلو معاك. قلت له صافي اللهم حبه في النهار ولا بلاش. وكل اللي كان في بالي بلي هاد الدواء هذا مسكن للالم فقط، ما عمرني في حياتي ما جاتني لبالي ان هاد الدواء غادي يكون شي حاجه من غير باللي هو كيكالمي وكيهدن الالم. بقينا على هاد الحال حتى لواحد النهار تسالات لي الفلوس. فاش رجعت كنقول له اولدي اعطيني الحبه ديال الدواء، كيقول لي ما عنديش الفلوس. رجعت كنشوف ايام ما يعلم بها غير سيدي ربي، ما بقيتش قادره نتحمل الالم وما بقيتش قادره نعيش بهذا الحريق هذا وراسي غادي ينفجر عليا.
حتى لواحد النهار لقيته جاي وكيقول لي شوف الوالده ديالي انا كنبكي وكنتوجع من الحريق. قال لي انا جبت لك واحد الحاجه وحده اخرى اللي غادي تنسيك في الدواء القديم. قلت له شنو هي هاد الحاجه وحده اخرى؟ قال لي واحد الحاجه غتخليك طايره في السماء وما حاسه بوالو نهائيا. قلت له لا لا وليدي انا بغيت غير داك الفنيده اللي كتهدني. قال لي ما لقيتها لكش راها مقطوعه وقيله. وشوفي بغيتي تسكالماي وما تبقاش تبكي وكيف ما انت دابا في هذه الحاله هذه انا جبت لك واحد دواء واحد اخر. ما بغيتيش صافي خليك على خاطرك. وانا ربي اللي عالم بيا وبالحرق اللي فيا قلت له صافي وريني شنو جبتي ليا. جبت من الجيب ديالو واحد ميكا صغيره فيها واحد الغبره بحال الطحين، ومن بعد جبد لاكارت ناسيونال ديالو وبقى جالس كيقادها لي فوق الطبله ديال الزاج، وقال لي ها انت هادي ها كيفاش غادي ديري لها. قلت له الله يا ولدي الله هذا الحشيش هذه الغبره راني كنشوفها في الافلام وفي المسلسلات. قال لي وصافي سكتي غادي تفضحينا غادي تشوهينا، هذه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تهدنك وهذه هي اللي ما فاش ما كنلقاوش داك الفنيد كنجيب لك هذه. قلت له اويلي انا عاد عرفت بلي داك الفنيد اللي كان كيعطيه لي واقيلا القرقوبي اولا شي نوع ديال المخدرات. قلت له اويلي يا ولد الحرام في عيلك واش انا كان كيسحب لي كتجيب لي الدواء وانت كتجيب لي المخدرات؟ قلت له نوض الله يسخط عليك نوض حيد من قدامي. المهم جريت عليه حاولت انني نصبر لذاك الحريق وما قدرتش. في الاخر رجعت انا كنعيط له وكنقول له عافاك واخا علمني كيفاش ندير انا لهاد الغبره هذه، علمني كيفاش وشميتها. حسيت فعلا انني ارتاحيت، حسيت براسي عايشه في عالم واحد اخر، ما بقيت كنحس لا بالم لا بحريق، ما كنفكر في المشاكل ما والو. قال لي وكي جيتك الوالده حسيتي بالراحه ياك؟ قلت له ارتاحيت. قال لي وزيد لك شويه وزادني شويه، حسيت بلي الجسم ديالي كامل تخدر، حسيت بلي انا مرخيه ما قادره نهز لا يد لا رجل. نطت غير بزاف مشيت لبيتي تسرحت فوق الناموسيه ديالي. دازت شي 10 دقائق لقيت ولدي داخل عليا للبيت وبدا كيقرب مني وكيحيد ليا حوايجي، بدا كيدير معايا علاقه وانا ما قادره نهز لا يد لا رجل، ما قاداش نقاوم وحتى لساني ثقيل عليا، ما قاداش نهضر، ما قاداش نقول له شنو كدير. انا مستوعبه وعارفه مزيان شنو كيطرى، ولكن فينا هي اليد ولا الرجل ولا اللسان اللي يهضر؟ كنت كنتحرق من الداخل ديالي. ولدي اللي ولدته وكبرته وخفت عليه كيتعدى عليا. علاش يا ولدي علاش شنو درت لك؟ المهم سال على راحته وانا غير كنشوف في السقف والدموع هابطين لي من عينيا. داك الساعات هذيك ما قادره ندير والو. سال على راحته وخرج، وداك الساعات هذيك انا بقيت غير كنشوف في السقف. جا الصباح نط وانا مخلوعه، تفكرت داكشي اللي وقع، نط وبقيت كنضرب في راسي وكندب في وجهي. الله يا ربي الله، مشيت كنجري للبيت ديالو لقيتو ناعس ما مسوقش للعالم، بقيت كنضرب فيه وكنقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا شنو درت لك باش دير فيا هادشي؟ شنو درت؟ شنو الغلط اللي درت معاك؟ انا راني امك المسخوط واش نسيتي؟ قال لي شوفي انا الشرط ديالي الوحيد باش نوفر لك داكشي اللي كيخليك مكالميه هو انني ناخذ حتى انا داكشي اللي بغيت منك. ما قدرتش نصبر لهضرته، نط جريت عليه من الدار، لحت له حوايجه من السرجم وجريت عليه. قال لي صافي براحتك انا غادي نخلي لك هاد الدار وغادي وداك الساعات نشوف واش ترجعي كترغبيني ولا لا. فاش كان خارج هز واحد الفران عندنا صغيور ديال الضو، هزو من الكوزينه ومشى معاه باش يبيعو. الله يا ربي الله، طحت على وقفتي، بقيت جالسه كنصلي وكندعي ربي انه ياخذ فيه الحق. دازت الايام وانا ما قاده نشكي حتى شي واحد، ما قاده نهضر مع حتى شي واحد. شنو غادي نقول لهم؟ شنو غادي نعاود لهم؟ ولدي كيعطيني المخدرات، ولدي كيعطيني الغبره، كيعطيني القرقوبي لدرجه انني رجعت مدمنه، ولدي تعدى عليا. هادشي هذا تحشمي تقوليه حتى بينك وبين راسك. المهم بقيت جالسه في الدار ديالي ساده عليا وانا حالتي عالم بها غير الله. جات لي الاعراض ديال الانسحاب يعني انني فاش ما بقيتش كنتعاطى المخدرات، وهاد الاعراض صعيبه بزاف 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 اكثر من الاول. حاولت نصبر، حاولت نقاوم، حاولت نتحمل، ما قدرتش. نتوما عارفين الادمان راه اصعب حاجه هو انك تكون مدمن وفجاه تحاول تتخلى على داك الشيء. راه كيجيوك واحد الاعراض كتحس بذاتك كلها كترعد عليك، كتحس براسك باغي غير تضرب راسك مع الحيط، باغي شي حاجه تكرمي لك داك الحريق ما كتلقاش.
تنعس ما كتبقاش باغي تنعس، الماكله كتكرهها، ما لقيت حتى شي حل وما قدرتش نصبر. لقيت راسي كنعيط لولدي وكنقول له عافاك جيب لي شي حاجه اللي تهدل لي هذا الحريق اللي فيا. صافي هو رجع دابا شادني من يدي اللي كتحرقني، وفعلا جا وجاب داك الغبره معاه مره واحده اخرى، ورجع كيعطيها لي كل نهار وكيقرب مني بزز مني، وانا ما قادره لا نتكلم لا حتى شي حاجه. دوزنا تقريبا شهر على هذا الوضع هذا، وهو كل ليله كيجيب لي الغبره وكيدير فيا ما بغى. فجاه لقيت راسي مدمنه، ما قدراش نعيش بلا المخدرات، لدرجه انني رجعت كنعطيه فلوس ديال التقاعد كلها ليديه غير باش يوفر ليا داك الغبره. المهم ما بقيت قادره لا ناكل لا نشرب، وما كنفكرش اصلا في داك الشيء، كناكل شي حاجه قليله غير باش نبقى عايشه وصافي. رجعت رجعت كنقول له انا بغيت نبيع الدار غير باش تجيب لي داك الشيء هذاك. المهم وهو طبعا كان عاجبه الحال، ولكن في اخر لحظه كنتردد وكنقول له لا غير فلوس، هاد الفلوس اللي عندنا ما بغيت لا ناكل لا نشربها، كلها خسرها وجيب لي غير فلوس، غير الغبره باش نتكالما شويه. وغير كيصبح الصباح كندم وكنبقى نضرب راسي بالتصرفيق على الحاله اللي وصلت راسي ليها. المهم جلست مع راسي وقلت بلي انا خصني ضروري نلقى شي حل، ضروري نمشي نتعالج. شنو هاد الحاله اللي انا فيها؟ شنو هاد السخط ديال سيدي ربي اللي نازل عليا؟ مشيت وبقيت كنقلب وندور حتى لقيت مصحه اللي كتعالج المدمنين. مشيت وانا حشمانه، شنو غادي نقول لهم؟ انا فاش كنت داخله طبعا الناس اللي جالسين تما كيجيب لهم بالهم بلي انا جايه نسول على العلاج لولدي ولا لبنتي، حيت مرا كبيره شنو غتجي دير هنايا. دخلت عند الطبيب جلست وانا منهاره، وصراحه ما قديتش نشوف حتى فيه، وجهي دايره في الارض. وفي الاخر ما لقيت قدامي حتى شي حل من غير انني نعاود له الحقيقه. قلت له شوف انا غنجيك للصراحه، ولدي هو اللي رجعني مدمنه، انا غنعترف لك بكل شيء. وعاودت له كل شيء من الالف حتى الياء، اعترفت له بالمرض اللي عندي. الدكتور تاسف للحاله ديالي وقال لي دازوا عليا بزاف الحالات، ولكن عمري في حياتي ما شفت شي حاله بحال ديالك، عمري ما شفت شي ابن كيرجع امو مدمنه باش ياخذ لها فلوسها، باش يغتصبها، باش يدير هذا الشيء هذا. واش هذا ابن ولا حيوان؟ واش هذا بنادم؟ قال لي للاسف الحاجه هاد المصحه هادي كناخذو حنايا فيها غير رجال، ما كناخذوش العيالات. اللي غادي نقدر نعاونك به هو انني غادي نكتب لك على شي ادويه وتاخديهم من الدار ديالك وتحاولي تصبري داك الاعراض ديال الانسحاب. وفي الدار ديالك واخا يوقع اللي وقع، حاولي تشغلي راسك، حاولي ديري شي حاجه. المهم حاولي ما تفكريش نهائيا في لا دروغ وفي المخدرات، حاولي تبعدي على داكشي نهائيا، واخا تحرقي واخا يوقع اللي يوقع، بعدي من راسك داكشي. المهم كتب لي شي دوايات، مشيت للدار شريتها، ولكن للاسف ما كانت كدير لي والو. الحاجه اللي كانت لداخل ديالي، الجسم ديالي تعود على داك لا دروغ وتعود على القرقوبي وعلى الغبره. قد ما كنت كنبغي نسيطر على راسي والو، حاولت المره الاولى والثانيه والثالثه والعاشره ولكن ما قدرتش. لقيت راسي المره المليون كنعاود نهز التليفون ونعيط لولدي وكنترجاه غير باش يجي ويجيب لي لا دروغ معاه. ولدي طبعا كان كيستغل الفرصه وكيجيب لي هذا الشيء هذا في المقابل انه ياخذ لي فلوسي ويقرب مني. ما بقيتش قادره، رجعت حشمانه من راسي، مرا كبيره ومحطوطه في موقف بحال هذا صعيب بزاف عليا هذا الشيء. ما بقيتش قادره نتحمل، ما بقيتش عارفه شنو ندير ولا كيفاش نتصرف. بزاف ديال المرات كنجلس وكنقول يا ربي يا ريتني ما ولدتش، يا ريت كنت عايشه وحيده، يا ريتني يا ربي ما كنت عطيتيني ولاد نهائيا، يا ريت ملي ما تراجلي كنت داوني لشي دار العجازه او لا يلحوني في الشارع نسعى وناكل. المهم ما يوقعليش هادشي اللي كيوقع لي دابا. يا ربي علاش من كنت حامله فيه ما طيحتيه ليش؟ علاش انا رجعت مدمنه؟ واش الولد اللي وصل مول هاد الحاله هادي ولد؟ واش هذا شنو غادي نتسنى منه؟ هذا راه داز مراحل ديال السخط، مرحله السخط بمراحل. عيت بزاف وتسدوا كاع البيبان في وجهي، ما عرفت شنو ندير. واش نمشي عند طبيب نفساني؟ واش نمشي نقلب على مصحه وحده اخرى ديال علاج المدمنين؟ واش نمشي نديكلاري به؟ شنو ندير؟ ما لقيت حتى شي حل من غير انني نهضر معاكم ونحكي لكم قصتي ومشكلتي، لعل وعسى تلقاو لي شي حل يفيدني. انا كنترجاكم ما تبخلوش عليا، عاونوني وعطيوني الراي ديالكم. بغيت نتعالج، بغيت ما نبقاش مدمنه، بغيت ندير العمليه لظهري، بغيت ولدي يتربى
وبغيت غير العقل يبعد مني، انا ساخطه عليه دنيا واخره، ما بقيتش باغيه نشوفه ولا نسمع صوته، كنكرهه ورجعت كنعيف منه. كنترجاكم اللي عنده شي حل ما يبخلش عليا ويكتبوا لي في التعاليق. سلام غزالات ديالي.